I don't have time. حاجات بتخلي الراجل يموت بعد الفراق منك وبيقعد ندمان عليكي وهيموت ويرجعك. تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي الكلام اللي انا بقوله. خلي عندك تايم شويه ليا. احنا I don't have time، بس خلي ليكي تايم لايمان. لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني. يعني ايه؟ لازم بعد الفراق لما يتابع الستوري بتاعتك والسوشيال ميديا يلاقيكي عايشه. ما تمثليش بجد. موف اون الساعه 12 بالليل، تاني يوم الظهر انا في النادي، بالليل في الكوافير، تاني يوم باخد الكوفي بتاعتي في مول العرب. مش عيب يا حبيبتي؟ طب لو احنا بره مصر شوفي المول الاقرب عندك وروحي يا حبيبه قلبي. لازم يشوف ويتاكد ان اول ما سبتيه بدات تعيشي حياتك ومش فاكراه. وخليكي فاكره احنا اي دونت هاف تايم، احنا بجد ما عندناش وقت. يعني خلاص انت مشيت مع السلامه، اللي بعده احنا مش هنستنى. واخده بالك معايا؟ طب الاهم من ده كله يا ايمان، بعد ما عشت حياتي ورحت الكوافير وجيت من الكوافير وكدت والاستوريهات مش نايمه، هيدخل هو عامل لي بلوك، بيراقبه. اول فتره بعد الانفصال اقسم بالله بيراقبوا. اللي عامل بلوك بيخش من اكونت تاني، مش معاه اكونت تاني، بيكلم صاحبته، بيكلم امه، بيدخل من اكونت ابوه، بس بيدخل. اسمعيني انا قلت لك كذا مره المحتوى ده بتاعنا. تعالي بس معايا وكملي الخط. هيتصل، هيبعت مسج. مين قالك يا عرافه؟ لا انا مش عرافه، بس المحتوى ده بتاعي. طب بعت المسج او عمل ريبلاي على الستوري او بعت حد يكلمك في الموضوع او صاحبه اتصل عليك وقال لك ان هو منهار من غيرك، اي تفاصيل توصلك بيه انا ما بردش. ده رقم صاحبه ما بردش. ده ايميل اخته بتقول لك ان هو اصلا محجوز في المستشفى وقطع شرايينه مرتين، ما بردش. رن انا مش شايفه الموبايل باخد شاور. بيبعت مسجات اي دونت هاف تايم ليك، انا فولورز ايمان الاباجوري، انت مش شايفاه. لاني اصلا لما يشوف حياتك كده اقل من اسبوع هيكون باعت لك نسيتيني، بعتيني، شكلك ارتبطتي، عايز يتاكد. بس احنا مش هنريحه. اللي بعده هتختفي فجاه، ما تتخضوش. هتختفي من السوشيال ميديا وما تحاوليش تخليه يعرف عنك اي حاجه لمده اسبوعين على الاقل. اشمعنى يا ايمان؟ اصل انت في الاسبوعين دول ارتبطتي. اسمعي بقى مني، البلين بتاعت ايمان الاباجوري لا يمكن تنزل الارض. بعد الفيديو ده الناس تعمل فولو وتدعي لي. هختفي ومش هظهر ولا سوشيال ولا في اماكن ولا في اي حته. دماغه هتبدا تشتغل السسبنس، هي فين؟ بتعمل ايه؟ راحت فين؟ يا نهار اسود. هرجع بعد الاسبوعين باغنيه واخبارك مع التفاصيل، احب اسمعها بالتفصيل، تحتها قلب احمر وخاتم. هيرجع لك، ادعيلي.